البنك المركزي طلع بيان بيقول لك ان صافي الاصول الاجنبيه عندنا بقى 18.5 مليار دولار في شهر يوليو، يعني زياده اكتر من 3 مليار عن الشهر اللي فات. طب يعني ايه صافي اصول اجنبيه؟ ببساطه كده الفرق بين الفلوس اللي مع البنوك بالدولار والحاجات اللي عليهم بالدولار، لو فرق موجب يبقى احنا كده كسبانين، لو سالب يبقى احنا علينا ديون. فاكرين فتره الازمات اياها لما كان الفرق ده بالسالب 30 مليار دولار، يعني كنا غرقانين في الديون لشوشتنا. دلوقتي مش بس سددنا، لا وبقى معانا 18.5 مليار دولار محوشينهم. يعني ده لو كان واحد مثلا عليه 30 مليار دولار دين، مش بس خلصهم، ده كمان بقى عنده تحويشه في البنك. الموضوع ده لوحده بيقول لك ان احنا عدينا الازمه والحمد لله. ولا عزاء للناس اللي كانت قاعده بتدعي على البلد وتقول لك مش هتقوم لها قومه. ادينا قمنا يا كتف امك، قمنا وغصب عنكم شيروها له.